اجي نصايبو الخبز ديالنا البلدي بالزرارع، اعشاب المنسمه تيجي خطير يا سلام. هو تيجي رطب وزوين ومنسم. عندنا هنا اول حاجه الدقيق الابيض ودقيق القمح اللي هو حنا كنطحنوا القمح تعطينا قمح دقيق بلدي. ها هو كنديرو هنا نخلطوا الدقيق وكنجو كنحطوا عليه هنا عندنا ملعقه سكر كبيره، وكنزيدو هنايا ملعقه ونص خميره لان البرد باش العجينه ديالنا تخمر لينا بسرعه. عندنا هنايا مليحه، وكنزيدو هنا حبه حلاوه والنافع، وعندنا شويه ديال الكرويه راه معروفه، وهنايا كنزيد واحد شويه ديال الزويته روميه قياس 2 المعالق، وكنعجنو بماء دافئ باش كيعاون لنا الخميره ديالنا تفاعل. الخبز ديالنا تيخمر لينا بطريقه سهله. نبداو العجن، كنزيدو الماء شيئا فشيئا يعني شويه بشويه حتى كنحصلوا على العجين ديالنا. شوفوا العجين ديالنا كيفاش غيخرج، كيجي الخبز يا سلام، ومذاق ديال الاعشاب ما شاء الله. تينفعوا حتى اللي عنده مثلا القولون، المعده، اللي هما عنده المصارن ديالو تيضروه ما تيقدرش ياكل الخبز بزاف. هاد الاعشاب تيعاونوا المصارن، انه معروف الكرويه راه معروفه للمعده، وحنا حبه حلاوه والنافع راه هما معروفين المصران. العجينه ديالنا ها هي كتجمع، كنديروا العجينه رطبه شي شويه ما تنقصحوش العجين. ها هي كطور شفتوها غير هي ما كتلصقش عاود في اليد. هنا العجينه ديالنا هي وجدات، شوفوا القوام ديالها، ها هي القوام ديالها هنا تيكون ها هي رطيبه وما كتلصقش في اليد. ندلوكا مزيان. هذا خبز بلدي، يعني احسن لينا من الخبز اللي كنشرو من المحلات، تيكون كله سكريات، يكثروا فيه السكريات. وعندنا القمح، داك القمح ما تيديروش القمح اللي هو الصحي. هنا كنقسم العجينه ديالي على 4، ها هما 4 ديال الكويرات متساويين. انا كنبغي ندير الخبز صغير شويه، نتوما باغيين ديروه كبير ممكن ديروه كبير، يعني تقسموا العجين غير على 2، وإلا بغيتو اصغر من هكذا كديريه على 6 ولا 7 ديال القطع. تيجي حتى الشكل ديالو زوين، يعني داك على حسب الذوق. كنكور هنايا العجينه ديالي مزيان، ها هي كتبان رطيبه وملسه مدلوكه مزيان باش كيعطينا خبز رطب. وهنايا كنخلوها نكوروها وكنخلوها كترتاح لينا واحد 2 دقائق، وكنبداو نقرصوا فيها اللي هي تنبسطوها. حنا كنقول بالمغربيه تنقرصوها باش كلشي يفهم. تنبسط العجينه ديالي هكذا، ها هي كندير شويه دقيق وتنبسطها عادي. كندير السمك ديالها تقريبا 1 سنتي الا ربع، يعني بحال ديك 75 ملي. وكنتي كتختاري السمك اللي كتبغي ديري في العجين. كاين اللي تيبغي الخبز غليظ، كاين اللي تيبغي الخبز رقيق. انا تنبغيه اللي هو موين باش ما كتكونش فيه البابه بزاف. ها هو هنايا، وكندير واحد المنديل في بلاطو اولا في طاوه اللي عندك، كتكرسي فيه الخبز ديالك عادي كتحطيه. ونقرصو الاخرى من بعد كنجيب واحد شويه ديال الماء قبل ما كيخمر، كي كنبسطوه نجيبو شويه ديال الماء كندهنو السطح ديال العجين، وتنديرو الزرادين اللي هي عندنا هنايا بذور الكتان اللي هي زريعه الكتان. عندي شويه ديال السمسم اللي هو الزنجلان، وعندي هنايا شويه ديال الشوفان حتى هو كنرشو. باغيه ديري الحبه السوداء حتى هي راه كتجي زوينه. انا اكتفيت بهادو، وكنغطي العجينه ديالي باش كتخمر ليا، ومن بعد عاد باش كندوز هذا نطيبها. اذا الخبز ديالي وجد، ها هو جا يا سلام. شفتو كيتنفخ، هانتوما رطيب
ديال المعقول، والمذاق ديالو ما يا سلام ما شاء الله. المذاق ما شاء الله ديال الاعشاب. وكنكونوا حنا كلينا خبز صحي وحاجه عرفنا حنا اشنو عجلنا. ها نتوما كتشوفوا الهشاشه ديالو رطيطه.